في قدر على النار زيت ونضيف البصل المقطع. بعد ما يدبل البصل نضيف الجزر، نضيف القرع. طار الفيديو اللي قبل، بس المهم اني اضفت البطاطس ودحين راح اضيف الكرفس، يعني اضيف الخضار كلها على بعض. اضيف الملح والفلفل الاسود وبودرة ثوم، وممكن تضيفي ثوم مهروس بدل بودرة الثوم لو مو متوفر عندك، ومكعب مرقة دجاج، مرقة لحم، ممكن كمان مكعب مرقة خضار المتوفر عندك. احمص المكونات كلها سوا. ممكن على فكرة تستبدل القرع بالزهرة، فيصير عندك شوربة زهرة بالخضار، وتكتر الجزر عشان تاخدي اللون الحلو. طيب دحين راح اضيف موية ساخنة واترك الخضار تستوي لمدة نص ساعة، تستوي وتنهري، احنا نبغاها تنهري. خلاص الشوربة صارت جاهزة والخضار استوت. ممكن تاخدي دي الشوربة وفي الخلاط الجك تهرسيها وتخلطيها، وممكن تستخدمي الهاند بلندر. انا حستخدم الهاند بلندر. وبكده شوربة القرع بالخضار صارت جاهزة. ما احكي لكم قد ايه لذيذة 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 تجنن. انا احب القوام هذا الكريمي اللي كده يجي تخين. اذا انت تبغيها اخف ممكن تكون المرق ازود شوية. راح اكتب لكم المقادير ان شاء الله. الشوربة خرافية خرافية، يا سلام، مع سلطة أحلى عشاء. إحنا في من السلطة أمس المكرونة وسويت جنبها شوربة، صلى اللهم وبارك، الطعم عشاء.